الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في رحلتنا مع تقريب الرسالة التبوكية، وهذه الرسالة العظيمة لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، من درس هذه الرسالة رأى أن هذه الرسالة تسمى بالرسالة الإصلاحية، لأنها اشتملت على جملة عظيمة من الموضوعات التي هي أركان لإصلاح النفس والأسرة والمجتمع والدولة والأمة. أيها الأخوة الأحباب الكرام، الرسالة التبوكية كما ذكرنا آنفا بمنزلة السد العالي الذي يحمي الشخصية من طوفان الانحراف في باب الشهوات والشبهات. إذا أردت أن تقدم لابنك أو لتلميذك هدية هي من أعظم الهدايا في هذه الدنيا، علمه الرسالة التبوكية واغرس فيه موضوعات الرسالة التبوكية. ذكرنا أن الرسالة التبوكية اشتملت في جملتها على 15 موضوعا. ذكرنا الموضوع الأول وهو بناء الصورة الصحيحة للشخصية المسلمة، سواء كان هذه الشخصية رجل أو امرأة، كبير أو صغير. الموضوع الثاني من الموضوعات التي اشتملت عليها الرسالة التبوكية موضوع التعاون على البر والتقوى، وإحياء هذه القيمة الحضارية في نفوسنا وبيوتنا ومؤسساتنا العلمية والتعليمية وغيرها، وكيف أن التعاون ينقذ الإنسان من الضعف. خلق الإنسان ضعيفا، فينقذ الإنسان من ضعفه ومن سقوطه بالتعاون على البر والتقوى. كان الموضوع الثالث وهو من أهم الموضوعات هو تأسيس الحياة، تأسيس حياة الأفراد، حياة الأسر، حياة المجتمعات، حياة الدول، حياة الأمة كلها على تقوى من الله ورضوان، على نور من الله نرجو ثواب الله. ومن أسس حياته على هذا الأساس نال رضوان الله عز وجل في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤسس حياته على هذا الأساس كان من الفاشلين في الدنيا والآخرة، وذكرنا لذلك أمثلة في حلقة هذا الموضوع. ثم بعد ذلك كان الموضوع الرابع وهو تربية الشخصية المسلمة على تحمل المسؤولية وأداء الحقوق، أداء حق الله تبارك وتعالى وأداء حق الخلق، وكان لذلك حلقة مستقلة. ثم كانت الحلقة الماضية وهو الموضوع الخامس وهو من أهم الموضوعات وهو أداء حق الله تبارك وتعالى. كيف؟ ما هو الأصل الأول من أصول دعوة الرسل؟ ما هو أوجب حق في هذه الدنيا؟ حق الله تبارك وتعالى، وهو توحيد الله تبارك وتعالى وإفراده بالعبودية. ثم أضفنا الحلقة بمسألة مهمة وهي تحقيق هذا التوحيد في اليوم والليلة، توحيد الألوهية. وكان هذا التدريب حول كتاب سهل، وكان سبب اختيار هذا الكتاب أنه في جيب كل واحد فينا، وعلى هاتف كل واحد فينا، وفي بيت كل واحد فينا، وهو كتاب حصن المسلم. ولم نختر كتابا كبيرا كرياض الصالحين أو أكبر مثل صحيح البخاري أو صحيح مسلم كي لا نشق على أنفسنا. كتاب في حجم الجيب نتعلم منه نموذج أو نماذج لتحقيق توحيد الألوهية في اليوم والليلة عند ذكر لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. وختمنا هذه الحلقة بمسألة مهمة جدا وهي كيف نعلم أبناءنا تحقيق التوحيد. وذكرنا في الحلقة الماضية ارسم مثلث، وختمنا الحلقة بهذا. والآن كرر رسم المثلث. ارسم مثلث، المثلث له 3 أضلاع. الضلع الأول اكتب كلمة واحدة، الحاجة. الضلع الثاني اكتب التعلق. الضلع الثالث اكتب السبب والعبادة. انظروا أيها المشاهدون الكرام، أيها الآباء، يا من أبناءكم أمانة بين أيديكم، أيها المعلمون، يا من طلابكم وتلاميذتكم أمانة بين أيديكم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال سيدنا علي بن أبي طالب: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي علموهم وأدبوهم. فيجب عليك
أن تعلم ولدك كيف يحقق توحيد الله ويؤدي حق الله ويتربى على هذه المسؤولية الكبرى، أداء حق الله تبارك وتعالى. إذا كنت معلما أو كنت معلمة، إذا كنت أبا أو كنت أما، يجب علينا جميعا أن نعلم أبناءنا كيف يؤدون حق الله تبارك وتعالى، وهو إفراد الله بالعبادة وتوحيده سبحانه تبارك وتعالى. نرجع إلى المثلث. الضلع الأول الحاجة. ما معنى الحاجة؟ خلقنا الله عز وجل نحن بني آدم بأمس الحاجة إلى حاجات، فتجد العقل بحاجة إلى التفكير، القلب بحاجة إلى أن يدق ويعمل، البطن بحاجة إلى الطعام، الجسد بحاجة إلى الروح. ليس هذا فحسب، بل الجسد بحاجة إلى النوم، بل أنت بحاجة إلى الهداية، نفسك بحاجة إلى التزكية، حاجات كثيرة جدا. أنت بحاجة إلى صلاح ذريتك وصلاح أولادك، أنت بحاجة إلى العافية، أنت بحاجة إلى أن لا تتألم في أسنانك ولا تتألم في جسدك ولا تتألم في كبدك أو قلبك، بحاجة إلى العافية والنجاة من الألم. أنت بحاجة إلى الأمن في بلدك، بحاجة إلى أمن في أوطانك، أنت حاجات كثيرة جدا، بحاجة إلى الكساء، اللباس. لأجل ذلك نحن بأمس الحاجة إلى هذه الحاجات، مع أنه توجد مخلوقات أخرى لا تحتاج إلى هذا. فالملائكة ليست بحاجة إلى طعام، ليست بحاجة إلى نوم، ليست بحاجة إلى دواء، ليست بحاجة إلى كذا أو كذا. السؤال: لماذا خلقني الله عز وجل أنا ابن آدم بأمس الحاجة إلى هذه الحاجات، مع أن هناك مخلوقات أخرى لا تحتاج؟ ولو شاء الله لخلقني بلا حاجات. العلة ترجع إلى الضلع الثاني، وهو التعلق بالله لقضاء هذه الحاجات. التعلق بالله. الضلع الأول شعور الإنسان بفقره وشعور الإنسان بحاجته. نأتي إلى الضلع الثاني، حاجته إلى الله، التعلق بالله سبحانه وتعالى لقضاء الحاجات. فالدليل على ذلك حديث رواه الإمام أحمد في المسند، وكذلك الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي هذا الحديث عن ربه جل وعلا، حديث الإلهي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. أنت بحاجة إلى الهداية بالضلع الأول، ولن تتم هدايتك إلا بالضلع الثاني، التعلق بالله عز وجل. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. أنت عاري، أنت جائع، أنت ضال. تعلق بالله كي تكون من المهتدين، تعلق بالله كي تدفع جوعك، تعلق بالله كي تدفع عريك وغير ذلك. وعلى هذا فقس، أنت ستمرض، تعلق بالله لطلب العافية، بل أنت معافى، تعلق بالله لدوام العافية. وعلى هذا فقس، ائتي بكراس وسجل ماذا تريد، سجل احتياجاتك الشهرية، احتياجاتك العمرية، احتياجاتك السنوية، واطلب هذا من ربك. إذن تعلق بالله، التعلق بالله هذا هو تحقيق التوحيد. أن تتعلق بالله، لا تتعلق بقبر ولا بولي، لا تتعلق بوثن ولا حجر ولا شجر، لا تتعلق بفردة حذاء ولا تميمة، ولا تتعلق بأي شيء. التعلق بالله عز وجل وحده، هذا حقيقة التوحيد، أن تتعلق بالله سبحانه وتعالى. أنت تحتاج إلى أن تنجو في قبرك، تعلق بالله، الله هو الذي ينجيك وحده. أنت بحاجة إلى أن يغفر ذنبك، تعلق بالله، هو الذي يغفر الذنب وحده. أنت بحاجة إلى أن تنجو على الصراط، تعلق بالله، هو الذي ينجيك على الصراط وحده. أنت بحاجة إلى أن تدخل الجنة وتنجو من النار وتعتق رقبتك من النار، الذي يعتق رقبتك من النار هو الله وحده. أنت بحاجة إلى أن لا تفقد ولدك،
وألا يموت ويذهب من بين يدك. الذي يحفظ لك ذريتك هو الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فقس. يبقى إذن الضلع الأول الحاجة والافتقار إلى الله. الضلع الثاني التعلق بالله لقضاء الحاجات. الضلع الثالث وهو مهم جدا فعل الأسباب كالدعاء. الدعاء هو الذي يحقق ذلك، والعبادة وسائر الأسباب. يبقى إذا لا بد من حركة، لا بد من عمل مع التعلق بالله سبحانه وتعالى. فلا يكفي للقلب أن يتعلق بالله وحده، هذا مهم هو أساس الأسس ومن الأسس في تحقيق التوحيد، ولكن لا بد أن تأتي بأسباب قضاء الحاجات، لا بد أن تفعل الأسباب. النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد المتوكلين وسيد المتعلقين بالله سبحانه وتعالى ظاهر يوم أحد بين درعين. الدرع والقميص من الحديد أو نحوه يلبس على جسد المقاتل كي يقي جسده السهام والرماح. النبي في أحد ظاهر يعني لبس درع من الحديد ثم درع من الحديد. هو سيد المتوكلين. فعل الأسباب أم لا؟ فعل الأسباب. النبي في بدر في غزوة بدر ناشد ربه وأخذ يدعو ربه حتى وقع ثيابه من على كتفيه، وأبو بكر يرفق بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يعني إن الله يعني مستجيب لك يا رسول الله أو منجز لك ما وعد. فالغرض المقصود فعل الأسباب مهم جدا. النبي في غزوة الخندق حفر الخندق وهو سيد المتوكلين، فعل الأسباب لتأمين المدينة ولنجاة المسلمين. إذن النبي متعلق بربه وفعل الأسباب، فهذا المثلث ينبغي أن يكتمل في شخصية المسلم. أنت بحاجة إلى ذلك كي تحقق التوحيد. انظر، وينبغي عندما نعلم أبناءنا التوحيد من خلال هذا المثلث. أنا قلت ذلك للتسهيل يعني. فعندما تشتري ملابس العيد لولدك قل له الله هو الذي رزقك هذا، كلكم عار إلا من كسوته. عندما تحمل الطعام إلى ولدك لو بتشتري له باكو بسكوت، تشتري له كيس شيبسي كما يقولون يعني، علق ولدك بربك. اجعل ولدك يشعر بافتقاره إلى الله عز وجل وأن الله هو الذي رزقه هذا، ويعني حثه إلى أن يتعلق بربه بالدعاء وبسائر العبادات. على الطعام بين له الربوبية، فأن الله عز وجل هو الذي رزقه هذا الطعام. في الرحلات عندما تذهب إلى رحلة بين له أن الله عز وجل هو الذي رزقه العافية كي يخرج هذه الرحلة، ولو أن الله لم يرزقه العافية ومرض في البيت ما استطاع أن يتنزه وأن يتريض وأن إلى آخره. يعني مسألة مهمة جدا. إذا علقت ولدك بربك قادك هذا التعلق إلى البر. يا إخواني، كثير منا يهتم بأن يعلم أولاده الإنجليزي، فرنساوي، لغات، كيمياء، فيزياء، أحياء، بيولوجي وغير ذلك. هذا حسن ممتاز، ونريد أن أبناءنا يتعلمون العلوم التطبيقية، العلوم الإنسانية، العلوم التجريبية، العلوم الحضارية، هذا جيد. ولكن لا تجد سطرا واحدا في هذه العلوم يأمر ولدك بأن يبرك. لم تجد سطرا واحدا يأمر ولدك بأن يحسن إليه، خلاف المصحف. كل المصحف يأمر ولدك بأن يحسن إليه. لذلك اجعل ولدك يتعلق بالمصحف، يحب المصحف. اجعل ولدك يتعلق بالله سبحانه وتعالى. الله هو الذي يحنن قلب ولدك عليه. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالغرض المقصود يا إخواني تعليم الأولاد التوحيد في اليوم والليلة من خلال المواقف، من خلال الأعمال، من خلال الأرزاق، من خلال تجدد النعم. تعليم الأولاد التوحيد وتحقيق التوحيد من خلال الأذكار كما ذكرنا في كتاب حصن المسلم. حفظ ولدك حصن المسلم، واجعل مع كل ذكر يشاهد معنى لا إله إلا الله. اشرح له في هذا الموطن أنت قلت لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله كذا، شروط لا إله إلا الله كذا، تحقيق لا إله إلا الله يكون بكذا وكذا. فالغرض المقصود ولدك أمانة بين يديك. إن لم تملأ قلب ولدك بالله سيملأه غيرك بالفساد وبأصدقاء السوء، وسيسرق ولدك من بين يديك وأنت السبب، لأنك لم تعلقه برب العالمين سبحانه وتعالى. لا تكن سببا في تحطيم ولدك بأن تترك قلبه فارغا وعقله فارغا
ووقته فارغا وحياته فارغة وعواطفه فارغة ومشاعره وشعوره فارغ. لا تفعل ذلك. أنشدكم الله والرحم، أحسنوا إلى أولادكم في هذا الأمر، وهو تحقيق التوحيد في الأولاد. نأتي إلى موضوع مهم جدا، وهو تحقيق توحيد الربوبية كما ذكر ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. انتهينا إلى كلام ابن القيم مسألة نفيسة جدا، وكيفية تحقيق التوحيد والجمع بين تحقيق أمر الله الكوني والشرعي. هذه المسألة من أعظم المسائل، بل إن شئت فقل هذه المسألة معرفة أمر الله الكوني ومعرفة أمر الله الشرعي والجمع بينهما علما وعملا من أعظم أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. كيف ذلك؟ لله عز وجل في هذا الكون أمران. الأمر الأول هو الأمر الكوني. ما معنى الأمر الكوني؟ الأمر الكوني هو أمر الله عز وجل بقوله كن فيكون، يعني هو أمر الله عز وجل الذي تكون به الأشياء وتخلق به الأشياء، وليس لنا نحن بني آدم ولا غيرنا يعني في هذا الأمر شيء، فالأمر لله سبحانه وتعالى. مثال: السماء فوقنا، ده أمر كوني، لا نستطيع أن نفعل شيء في ذلك. الأرض تحتنا، ده أمر كوني، يعني أنت خلقت مصريا، لست يمنيا ولست شاميا ولست حجازيا ولست يعني مغربيا، أنت مصري، أمر كوني. إنسان خلق يمني، أمر كوني. إنسان عراقي، أمر كوني، ليس لنا في ذلك شيء. فأمر الله الكوني اضطراب المعدة، المرض، هذا أمر كوني. فأمر الله الكوني هو تكوين الأشياء وخلق الأشياء بقول الله عز وجل لشيء كن فيكون. الأمر الثاني هو الأمر الشرعي. الأمر الشرعي هو أوامر الله عز وجل في شرعه في الكتاب والسنة، إما في القرآن أو جاء على لسان رسول السلام. أقيموا الصلاة، ده أمر شرعي. أتموا الحج والعمرة لله، ده أمر شرعي. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أمر شرعي. يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، الأمر بالحجاب، ده أمر شرعي. طيب، كيف نجمع بين الأمر الكوني والأمر الشرعي؟ هذه المسألة المهمة جدا. ابن القيم هنا يعلمنا هذه المسألة، كيف نجمع بين أمر الله الكوني وأمر الله الشرعي. نضرب مثال، نقول الله عز وجل يبتلي العبد بالمرض. طيب تمام، طيب شاء الله عز وجل المرض على ابن آدم كونا، الإنسان يبتلى بالمرض كونا، ثم أمرنا بالتداوي شرعا، تداووا عباد الله. طيب السؤال، لماذا يبتليني الله عز وجل بالمرض ثم يأمرني بدفعه بالتداوي؟ لو شاء الله عز وجل ما مرضت أصلا كالملائكة ولا احتجت إلى الدواء. طيب شاء الله عز وجل كونا أن المعدة والبطن بحاجة إلى الطعام. طيب لماذا هذا الأمر؟ ولو شاء الله لخلقني كالملائكة لست بحاجة إلى الطعام. ثم كونا بحاجة إلى الطعام، ثم شرعا أمرنا أن نأكل. طيب لماذا؟ لحكمة يريدها الله عز وجل، هو ده الجمع بين أمر الله الكون وشرعه. عشان كده نكتب هذه القاعدة: يشاء الله عز وجل الأمر كونا ثم يأمرنا بدفعه شرعا، حكمة منه وعدلا. هناك حكمة وعدل في هذه المسألة. فنقول مثلا مثال المرض الذي ضربناه، إنسان ابتلاه الله عز وجل بالمرض كونا ثم يتداوى شرعا. لماذا؟ لأن لله عز وجل حكمة، وهي أن يستخرج الله عز وجل عبودية الصبر من العبد. لا يصبر العبد إلا إذا ابتلي، فيبتلى كونا ثم يؤمر بالصبر شرعا، فيصبر شرعا، يفعل الأمر فيزداد درجته وتزداد مرتبته وتحط عنه سيئاته وينفي المرض عنه ذنوبه، أو ينفي المرض عنه ذنوبه كما ينفى خبث الحديد ونحو ذلك، فيطهر العبد من ذنبه وتعلى درجته ويكون من السابقين بذلك. ويود أهل العافية في الآخرة
لو أنهم قرضوا بالمقاريض في الدنيا لما يجدونه من ثواب وعظم مثوبة أهل العافية في أهل المرض في الآخرة. إذن يبتليك الله عز وجل لا ليهلكك، ولكن يبتليك ليرفع درجتك. يبتليك الله عز وجل لا ليهلكك كونا، وإنما يبتليك لتفعل أمره الشرعي، ويبتليك بأمره الشرعي سبحانه وتعالى وأمره الكوني معا. إذن وعلى هذا فقس. من الأدلة العظيمة جدا على هذا أن الإنسان يحتاج إلى أن يجمع بين أمر الله الكوني وأمر الله الشرعي مسألة من أهم المسائل، يعني مثال ومعرفة الحكمة في ذلك. والإنسان إذا لم يعلم الحكمة يسلم لله تبارك وتعالى، ويعلم أن أمر الله الكوني وتقدير الله عز وجل أنفع له من أي شيء. قصة الخضر مع موسى في الثلاثة أمور أو الثلاثة أحوال التي كانت بين موسى والخضر عليهما السلام. السفينة خرقها الخضر، موسى عليه السلام وهو نبي لم يعلم الحكمة، ولكن خرق السفينة في الظاهر كان أذى بالنسبة للناس، ولكن في حقيقة الأمر وباطنه كان لمنفعة الناس. إذن أنت تسلم لحكمة الله الكونية ولأمر الله الكوني سواء علمت الحكمة أم لم تعلمها. يعني إنسان ابتلي بمرض، ممكن يكون متكبر، ممكن يكون غير شاكر، ممكن يكون ممتلئ بالأمراض القلبية العلو، ممتلئ بالأمراض القلبية الغرور العجب، فيأتي إليه المرض فينفي الأمراض القلبية وينفي الأمراض النفسية ويصلح نفسه، فيربيه الله عز وجل بالأمر الكوني ويصلح قلبه ويصلح أمور حياته ويزداد ثوابا، فيأتيك الأمر الكوني أيما كان لإصلاحك، كما كان نزع اللوح من السفينة سببا لنجاة أهل السفينة. كذلك الغلام لما قتله الخضر عليه السلام، في الظاهر أن قتل الغلام وفقد الولد مصيبة، ولكن في حقيقة الأمر وإن كانت مصيبة صغيرة أو هذه المصيبة هي صغيرة بالنسبة للمصيبة الكبيرة، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فالغرض المقصود الله عز وجل يبتليك بالمصيبة الصغيرة كي يدفع عنك مصائب كبيرة. لذلك تقدير الله عز وجل كله خير، سواء علمت أو لم تعلم، فهمت أو غاب عنك حكمة الله سبحانه وتعالى. إذن كيف نجمع بين أمر الله الكوني والشرعي؟ 1 التسليم لأمر الله الكوني. 2 التعلق بالله سبحانه وتعالى لدفع أمره الكوني. 3 فعل السبب وامتثال أمر الله عز وجل الشرعي لدفع الأمر الكوني. هذه الأمور الثلاثة تساعدك على الجمع بين أمر الله الكوني وأمر الله الشرعي. تعالوا بنا نقرأ كلام ابن القيم رحمه الله ونعلم أن الأمر الكوني من الله والأمر الشرعي من الله، وأن العبد يتعبد بالتسليم لأمر الله الكوني والتعلق بالله سبحانه وتعالى شرعا وفعل أمر الله الشرعي كي يدفع أمر الله الكوني. بل على العبد أن يتعلق بالله ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنه أمره الكوني قبل أن ينزل به. العبد ينبغي أن يسلم وأن يتعلق بالله شرعا كي يسأل الله عز وجل أن يدفع عنه الأمر الكوني قبل أن ينزل به. فالعبد يسأل الله العافية قبل أن ينزل المرض، فيقول أعوذ بك منك، أعوذ بك منك. وهذا كما سيأتي معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في قيام الليل ويدعو في السجود يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ونشرح هذا الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله. هذا والحمد لله رب العالمين.